السلام عليكم. أنا قال سيدي المختار موريتاني كمواطن، يجري علي كامل، يجري على المواطنين. الاسعار ما رينا لهم نتيجه، يجبروا عليها في التلفزه، والتاجر يجي بالاسعار اللي عطات الدوله يقول لك هذا كلام التلفزه. معناها نحن ندوروا شي منصف وشي حقيقي ومساله عندها مردوديه على المجتمع. ما هو لا كلام التلفزه وتجي للتاجر، يجي للتاجر يقول لك لكن لا كلام التلفزه، لا قيس التلفزه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قطعا الاسعار ما الله ما تخفض الاسعار، نحن معاني المشين قالوا ارتفاع الاسعار ولا اشتغلوا ودوا الشغله وقالوا قال جبروا شنو اللي بيسووا شنو هو. لا، ما انه نختار شوي ينقص عنا الاسعار زياده تعود مناسبه. هذا دلوير ومارو قال نحن عنا نتقصي غير ما نتقصي بميزان ذاك نافع ندوره نتقص عنه لين نعود معقول خارج من ضعفها هوناتي شي من رواقيج الساكن ما عندهم مبيت ليله، ما يقدروا يشتروا هذا بيدون دلوير ولا مارو. فهمتي؟ لابد من نتقص عود دلوير شي معقول 2500 ومارو يمكن نشتروا ب 8000 نعود نشتروه ب 6000 شي معقول. الاسعار اللي قالت الدوله نقصوا بعض، في اللي البواتيق عندهم لائحه معدله باسعار محدده وعندهم رقم اخضر حد ما انبالوا به، يعلم الدوله يستلفون الى السلطات المعنيه بهذا ويجي تتدخل. غير الموريتانيا عندهم شبه الامور يقطعوا عليها، واحد لين يعود شهر واحد ما يبغي يشكي منه ويدين عليه ولا يبغي يقول عنه شيء، يقول ناس ما الدوله هكذا اللي عدلته، هكذا المواطن هو اللي يعدل، الله يلتزم به، والامور اللي تجيب البدايه ما تجي مره واحده. ياسر من شيء يلا الدوله تحمي منه المواطن، تحميه من عدم بطاله قلت الشغله، وتحميه مولي من رفع الاسعار. الاسعار مشات ذو مسؤولين الدوله قالوا عنهم لا يهونوا ولا يعدلوا، لا ما اخلق منه شيء، لا ما اخلق منه شيء للاسف الشديد. والدوله تعرف المواطن لا يومها لا يتعدل مسيره والله روايه والله شيء ذا كيف هو المواطن وسيكي. اسمع وراك احنا ندوروا الدوله تعرف لنا شيء، شبابنا راهو مشى شرد العالم الخارجي، الشرد مشاو كان قد ما يخلقوا، احنا قلقانيين ما باقي ما عندنا، ما هو عندنا قاعدين يأطروا اولادنا ويعدلوا كل شيء يعدل لهم، يسلكوا من الهجره السريه ويسلكوا من ياسر. احنا هنا يا الواحد منا يظل يزقنا ونقال بخرص من الناس راهي قاعد هون قالبوا يجبر قوت يومي.